الناموس اليومين دول لابس كمامة، حرفيا لابس كمامة. انا الصراحة تعبت من الناموس بقى حاجة غريبة، مال الدنيا كده بشكل عجيب، واكيد انت كمان بتواجهي المشكلة دي. تعالي اقولك انا عملت ايه معاه. خلصت منه تماما بدون رش، لان من الاخر الرش مش جايب معاه اي نتيجة خالص. طبعا اصحاب حساسيه الصدر ما بيقدروش طبعا يستخدموا الرش المبيدات، فجبت الرش اللي هو بدون رائحه، اللي هو للناس اللي عندهم حساسيه الصدر، ان عندي حساسيه. جبت الرش بدون رائحه. تقريبا هو بقى يتغذى عليه، يعني بقى يشربه ويقول لي كمان، يعني مستمتع جدا بيه وعايش معانا عادي جدا. يجي الليل تلاقيه تحول وحش كاسر يعني، فظيع. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. بس يلا بسرعه بسرعه، صيطيني كده على كل الجروبات وحطي لي لايك عشان الفيديو يترفع. سموا الله وصلوا على الرسول. ولو لسه ما اشتركتيش، قاعده مستنيه ايه؟ بسرعه بسرعه اشتركي وانضمي لعيلتنا، او تابعيني كمان وانضمي لعيلتنا وكبري العيله بتاعتنا. سموا الله وصلوا على الرسول وشجعوني باللايك. انا شيرين، قولي لي انت منين واسمك ايه عشان نتعرف على بعض. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. بصي بقى، انا هحتاج اصرف على الناموس حاجه بسيطه كده. هصرف عليه بكوبايه ورق زي دي. طبعا الكوبايه دي مش هتكفي الشقه، لا انا عايزه في كل اوضه او مكان متواجد فيه كوبايه زي دي. طبعا دي مش غاليه ابدا. طيب هنحتاج ايه كمان بدون بقى خالص مبيدات ولا رش ولا اي حاجه؟ هحتاج عسل نحل. عسل نحل، عسل نحل هيموت الناموس. احنا هنأكله كده في الاول ونبسطه، عشان لما نموته نبقى عملنا له اللي هو نفسه فيه. يعني قبل ما نعدمه كده نسأله انت نفسك في ايه وننفذ له اللي هو نفسه فيه. فاول حاجه هعملها، هاخد معلقه عسل نحل. ادي معلقه عسل النحل، يعني معلقه صغيره. هو متماسك كده لان انا حاطاه في التلاجة، لان انتظروا الفيديو الجاي ازاي نتخلص من النمل. يعني النمل راخر عايزني اعلق العيش في المروحه، ناقص ان انا اعلق العيش كده في المروحه عشان النمل ما ياخدوش مني. اقفي بقى. فانتظروا الفيديو الجاي، هقولك على طريقه حلوه جدا 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 للنمل. واللي عايز طريقه للقضاء على النمل اكتب لي في الكومنتات نعملها مع بعض. لو شجعتوني في الفيديو ده وعليتوه ووصلتوه لايكات كتير، انزل لكم فيديو النمل الخطير الفظيع اللي هيخلصك منه تماما. يبقى اول حاجه زي ما اتفقنا، معلقه صغيره من عسل النحل. تمام. بنفس المعلقه كده هناخد معلقه برضو من الخل الابيض عادي جدا بتاع السلطه والطعام. خلاص هاخد في حدود برضو معلقه. بسم الله. خلاص ادي معلقه خل ومعلقه عسل. اخر مكون معايا هي معلقه من صابون المواعين، او سائل غسيل الصحون عشان الدول العربيه. خلاص يبقى كده معلقه خل ومعلقه عسل ومعلقه سائل غسيل الصحون. هقلبهم كده مع بعض كويس لحد ما العسل بس بتاعنا ايه يفك كده مع الخل والصابون. وهحتاج عليهم شويه من الميه، يعني ما تكتريش قوي، في حدود نص الكوبايه كده اللي انت حطاها دي من الميه. طبعا انت على عدد بقى الاماكن في البيت، يعني عندك غرفتين 3 4 الريسبشن، مطرح ما بتلاقي الناموس هتحطيها. هنزود ميه واقول لك تعملي ايه. ادي حطينا شويه الميه. طيب على فكره عايزه اقول لك، لو ما عندكيش خل ابيض ممكن تستخدمي خل التفاح، هايل قوي. عايزه اقول لك ريحتها نفاذه ما بتقربيها من مناخيرك، لكن طول ما هي بعيد ملهاش ريحه، عشان مش متعبه ومش مؤذيه، ما فيهاش اي حاجه خالص، كلها حاجات موجوده في البيت وبنستخدمها بشكل دوري ويومي. هتحطي الكوبايه دي في الغرف زي ما بقول لك، هينزل فيها كل الناموس والهاموش، او هيطفش من المكان اللي فيه الكوبايه دي. خلاص يعني دي حلوه جدا برضو للهموش. عارفه لو عندك شويه موز كده، واحنا في الربيع والصيف والجو اللي هو بيبقى حر ده، وحطيتيها جنب طبق الفاكهه او طبق الموز، انسي مش هيجي عليها هموش ابدا. باسكت القمامه برضو يعني حط كوبايه زي دي في المطبخ، ولا هموش على الباسكت ولا هموش على الموز. وكمان الناموس قرب ياكل وداني، يعني زن 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 وقرص. فلا هو فظيع جدا جدا السنه دي، يمكن عشان في اشجار وكده. بس يعني حاولي وحطي الكوبايه دي وهتدعي لي. انا مجرباها قبل كده وصورتها معاكم اكتر من مره، وناس كتيره جدا في الكومنتات قبل كده في الفيديوهات السابقه شكرت فيها جدا. انت كمان قومي جربيها وما تنسيش تشيريها. بحبكم جدا واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.